عسلامة عسلامة حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا لليوم صينية البطاطا بالبيشاميل، سهلة وبنينة برشا. مكوناتها تقريبا موجود في كل دار. تابعوني للآخر ونشوفوا الوصفة كيفاش طلعت معانا وكيفاش تنجح معانا البيشاميل. أول حاجة نطلب منكم ترنوا الجرس، ولا تنسوني بدعمكم في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا تابعوني. عندي 6 كعبات بطاطا متوسطين، قصيتهم هكا شرائح، مش جويدين برشا ومش خشين، مثل ما انا قصيتهم في الفيديو بالضبط. حطيت عليهم شوية فلفل اكحل وشوية ملح، خلطتهم مع بعضهم، ومن بعد مش نحمرهم في الزبدة والزيت زيتونة. ما عنده زيت زيتونة يعمل زيت عادي، مهم تحطوا فيها الزبدة تخليها طعمتها باهية. مش نحمرهم اكيل كلها في القلاية ياخذوا لون. واللي ما يحبش يتعب روحه يحطهم في الصينية ويحط عليهم شوية زبدة من فوق وشوية زيت ويحطهم في الفور، وهكا يصيروا لونهم هكا على احمر على بني، ومن بعد يطلعهم. يحب معناها سهل وسريعة، يعني ما تشدلوش الوقت في التقلاية من فوق. انا محبيتش نقليهم برشا في الزيت، ما نحبش طعمة الزيت تبقى فيهم. هكا نحمرهم شوية ونطلعهم. حضرت الصينية اللي مش نعمل فيها الصينية نتاعنا، الطبق الرئيسي اللي مش نطيبه في الفور، نخرج ونحطها طول. ومن بعد مش نحضر البيشاميل. عندي مغرفتين زبدة، عليهم 3 مغارف فرينة كبار. حطيت الزبدة تذوب في الطنجرة نتاعي وحطيت عليهم الفرينة، خليهم هك يدخلوا في بعضهم الفرينة هك تصير كيف الكريمي. وسخنت الحليب، إتر حليب عليهم، سخنتهم وحدهم. ومن بعد باش نبدأ نصب بشوي بشوي ونحرك في نفس الوقت. هدوا عليها النار وما تخافوش، راهو الكعابر الكل من بعد تتحل. نبدأ نحرك هكا بشوي بشوية. فحات حطيت كان ملح وفلفل أكحل، معناها شوية شوي. الفلفل العفو، الملح ما نكثروش برشا، لأنه الفطر مش نملحوه والبطاطا مش نملحوها. ومن بعد عنا الجبن مش نحطوه عليه من فوق، يعني نحطه شوي شوي. بالأخص ثم ملحي اللي كي تحطوه في الماكل يملح برشا، يعني تقروا حسابكم في الحاجة هذي. شوفوا لي كيفاش صار القوام نتاعها. خليها هكا 3 دقائق 4 دقائق على النار، ومن بعد نطفي عليها. ما لازمش تكون عاقدة برشا، لأنه احنا باش ندخلوهم بعد للفور بشاميل. الفطر نتاعنا قصيته هكا شرائح، وهو زاده مش نحمره في الزبدة والزيت. عليها مرشة، حطيت رشة فلفل أسود ورشة ملح وفلفل أحمر خشن يعطيه طعمة باهية. حتى هو باش نحمره ونخليه ياخذك اللون الباهي هكا، يكون اللون نتاعو ونبدأ نطلع فيه. راهو الكمية تبدأ كبيرة برشا. ومن بعد كيجو انا تقريبا 400 غرام، بعد كيجو طيبوها راهو يلم روحه، يعني ما يبقاش حجم كبير. شوفوه هاك الكمية برشا، من بعد تاخذ هكا تقلوها شوية يصغار الحجم نتاعو. يعني تحبوا تضعفوا، اللي يحب الفطر يضعف الكمية نتاعها عنده اختيار. حطيت الطبقة الأولى بطاطا، ومن بعد مش نحط عليها من فوق الفطر نتاعنا اللي حضرناه، وزعوا على الصينية الكل. والطبقة الثالثة مش نحطوا بطاطا، معناها ما بين الفطر مش نحطوا طبقة من لوطة بطاطا وطبقة من فوق بطاطا اللي حمرناهم في الفور. العفو، اللي حمرناهم على في القلاية نتاعنا. اللي يحب يحطها في الفور معناها تتحمر قبل ما يحط عليها البيشاميل يقدر يعملها. انا ما حبيتش نحطه كله نايم، بعد كي تطيب تبدا تتزلبط في الفم، ما نعرفش كيفاش تتحرك. هكا كي نشوهم هكا نحمروهم شوي، من بعد بسم الله نودكم ونشهيكم في الطعم نتاعها. ان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في كومنتير كيفاش طلعت معاكم الوصفه. نصفوهم هكا في الصينيه نتاعنا.
ومن بعد نصبه من فوق البيشاميل، نغمروه بالباهي من فوق. كيف قلت لكم البيشاميل ما تخلوهاش تعقد برشا، راه مش نحطوها في الفور تزيد تجمد، يعني تزيد تطيب اكثر. هكا القوام نتاعها يطلع باهي. على الصينيه هذيا معناها لتر حليب، والمكونات الكل اللي عملناها تطلع بالضبط الكيل نتاعها. باش ندخلها للفور. قبل ما ندخلها العفو للفور حطيت جبنه موتزاريلا من فوق باش يعطينا اللون الذهبي. هكا تتشوي من فوق تولي محلاها، وتصايب زادة طعمتها في البيشاميل بنينه. وزعت الكل مقدار 200 جرام جبنه موتزاريلا، ندخلها للفور على 180. ما تطلبش برشا وقت، راهو 20 دقيقة 25 دقيقة وتطيب. هكا حضرت لنا من بعد ما طابت لنا الصينين تاعنا تبع البيشاميل والبطاطا. شوفولي على شكله وعلى لونها بتشهي، نودكم وننشهيكم. بعد تقصوها وصحة وعوافي للي يجربها. نشوفكم على خير في فيديو جديد، ولا تنسوني بدعمكم في القناة، لايك وسبسكرايب على قناتي. مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد.